منيو أكلات الأسبوع اقتصادي. هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا أمارات، 7 أكلات ل7 أيام خدي منها الفكرة اللي تناسبك. أول أكلة معانا كده يا بنات، كنت عملت الحمام بطريقة سهلة وسريعة، وكمان بقى عملت فريك وحشيته وكان أحلى وأسهل طريقة لعمل الحمام. عملت كده رز كده اللي هو البني شوية كده، وظبطت الدنيا وعملت كمان طماطم مخللة. بصراحة الحمام ما بيحتاجش أي حاجة معاه خلاص، تقدري تعملي الحاجة اللي تناسبك معاه يا قمراية، وكمان تقدري تحشيه بدل الفريك رز كمان. يلا بينا نروح على الأكلة الاقتصادية اللي بعد كده. أكلتنا الاقتصادية موفرة للميزانية وكمان للشتا الجميل، بتدفيكي في عز الشتا، واكله ما حدش ما بيحبهاش. عملنا ايه يا دودو؟ عملنا احلى بصي عدس بقى، شوربه عدس، فتة عدس، الحاجه اللي تناسبك وتحبيها اعمليها. كمان كده يا بنات قطعت بصلايه جميله، وهنا كان عندي عيش شامي، العيش الابيض قطعته كده بالطول وكمان حمرته في الزيت. بصي بقى ولا اروع، قدمت لهم الحاجه او العدس او اي اكله قدميها بشكل حلو بطريقة حلوة هييجي لهم نفس ياكلوها بصراحة، بدل ما تقدميها مثلا يعني في أي حاجة. أهم حاجة تهتمي بشكل الأطباق وكمان شكل الأكل بتاعتك. أكل النهاردة الراعي الرسمي للشتاء العدس، ومين فينا ما بيحبش العدس؟ يلا بينا يا بنات نروح على الأكلة اللي بعد كده، وهي إيه؟ أكلتنا اللي بعد كده هي الفراخ المشوية. الخلطة بتاعتها بجد كانت خلطة جبارة، التتبيلة ولا أروع، أكنك بالظبط جايباها من بره. اليوم ده يا بنات كانوا الأولاد عندي عايزين ياكلوا فراخ مشوية من بره، قلت لهم وعلى إيه؟ ده أنا أستاذة في الخلطة وكمان في التتبيلة المشوية. عملت معاها كده رز بسمتي وقدمتها بطريقة حلوة زي ما قلت لك. أهم حاجة الطريقة اللي بتقدميها عشان يجي لهم نفس ياكلوها. جبت بقى صينية السعادة بتاعتي ونزلت عليها بالرز البسمتي ورصيت عليها كده الفراخ وفلفلاية جميلة بس تقدم يعني الشكل الجميل. تقدري بقى تقدمي معاها سلطة، مخلل، الحاجة اللي تعجبك قدميها. يلا بينا نروح على اليوم اللي بعد كده. وعملتي ايه يا دودو؟ جبت بقى كيس البرجر اللي انا بجيبه على طول، الكيس فيه 25 قطعة ب85 جنيه، كفاني يومين. ازاي يا دودو؟ أول يوم معايا ابتديت كده على الغدا، عملت 10 من البرجر وكمان ابتديت حطيتهم كده في الكايزر واتغدينا بيهم. وبالليل يا أمارات خدت 5 كمان قطعتهم بالطول وعملت لهم في الفينو واتعشينا بيهم. جينا على اليوم اللي بعد كده اهي يا بنات الأكلة اللي بعد كده زي ما قلتلك كفاني يومين. ده كان اليوم اللي بعد كده، كان فاض بالظبط 10 برجر، حمرت جنبهم بطاطس، قطعت معاهم طماطم، الكاتشب الجميل ده والعيش، وابتدينا. كان غدا سهل وسريع واقتصادي جدا جدا. يعني اليوم الاولاني واليوم التاني بكيس واحد بس من البرجر ب85 جنيه. لو لسه معايا لحد دلوقتي يبقى عجبك الفيديو، ما تنسنيش في اللايك والاشتراك. كومنت حلو كده منك يا قمر، بجد كومنتاتكم هي اللي بتحفزني وتخليني ابقى موجودة معاكم. يلا بينا نروح على الأكلة اللي بعد كده. أكلتنا اللي بعد كده هي أكلة اقتصادية بس لذيذة جدا. عملنا إيه؟ عملنا أحلى صينية بطاطس كده زي ما انتي شايفة بطريقة حلوة جدا. بطاطس عملناها بالصلصة وكمان قدمتها بالشكل اللي انتي شايفاه، معاها كمان طماطم مخللة ورز بالشعرية، ومحتاجناش معاها لا فراخ ولا لحمة. الأكل الاقتصادي مفيش أحسن منه. وعشان تظبطي ميزانية بيتك يعني خلي يوم كده ويوم كده. بجد البطاطس من الحاجات المشبعة. تقدري تعملي رز ابيض او رز حبة وحبة، او كمان في ناس كتير قوي بتاكل البطاطس بعيش، فالحاجة اللي تناسبك وتحبيها اعمليها. يلا بينا نروح على الأكلة اللي بعد كده، وهي إيه؟ مين فينا ما بيحبش المكرونة؟ المكرونة من الأكلات المحببة لكل الناس، كبير وصغير، الأولاد كلها بتحب المكرونة. اعملي نوع المكرونة اللي تحبيه ويناسبك. كمان ده كان ب50 جنيه بانيه، قطعته كده رفيع وبالطول وحمرته وحبة بقدونس كده وطماطم مخللة، ومفيش أحلى من كده. تقدري تقدمي نوع المخلل اللي يعجبك. تقدري كمان بدل
بدل البانيه، تحمّري بطاطس، تقدري كمان تقدّمي بيض بدل البانيه وبدل البطاطس، يعني في حاجات كتير جدًا ممكن تضبّط معاكِ الميزانية. كده يا بنات منيو أكلات الأسبوع عملي، 7 أكلات ل7 أيام، ما فيش حيرة بعد كده، هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا أفكار مختلفة ل7 أكلات مختلفة، ولو عجبِك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلِك إشعار بكل فيديوهاتي، واسيبكم في حفظ الله، باي باي يا قمرات، يا أحلى قمرات في الدنيا كلها، مع السلامة.